حق روان طالبة كلية علوم جامعة الزقازيق لازم يرجع، ودي المظاهرات اللي عملوها الطلبة في كلية علوم جامعة الزقازيق بيطالبوا بحق روان. تعال اقول لك ايه اللي حصل، الاحداث الجديدة في واقعة روان طالبة كلية علوم جامعة الزقازيق. صاحبتها الشاهدة الوحيدة على الواقعة دي قالت إن روان كانت سليمة، ما فيهاش أي مشكلة ولا كان عندها أي نية للانتحار. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن روان فعلا زي ما كان منتشر على السوشيال ميديا معاها فيديو فاضح مع بنت في الجامعة، والفيديو ده كان يخص أحد المسؤولين في الجامعة. الفيديو ده كان كفيل ان احد المسؤولين ده بالتعاون مع 2 كمان من المسؤولين في الجامعة يخلصوا على روان. صاحبتها قالت ان كان في زرع كده او شجر محطوط ناحية الشباك اللي نطت منه او انتحرت منه روان. الشجر ده متقطع خالص وكل الاوراق اللي كانت مع روان مرمية على الارض. كمان صاحبة روان كانت بتقول طب فين شنطة روان وموبايلها، لأنها كانت بتأكد إن اللي عمل العملة دي أخد الشنطة بتاعتها وأخد موبايلها طبعا علشان يمسح الفيديوهات. كمان صاحبة روان قالت إن حتى الإسعاف لما جم مع مفيش مسعف ولا دكتور، جم مع السواق بس. وكمان لما راحت المستشفى مرضيوش إن هما يدخلوا روان خالص. صاحبتها كمان ذكرت ان الدكتور الوحيد اللي اتحرك في الواقعة دي كان واحد اسمه دكتور وائل، هو اللي طلب الشرطة وطلب رئيس المباحث، وان اتحاد الجامعة لما شافوا موضوع الدم بتاع روان مسحوا الدم ده، ورئيس الجامعة والمسؤولين كانوا عمالين يقولوا امسحوا القرف ده بلاش قرف. ده كل ما هو جديد في واقعة روان طالبة كلية علوم جامعة الزقازيق. في الأول وفي الآخر لسه النيابة بتحقق في الموضوع، ولكن لما تيجي تربط كلام صاحبة روان باللي انتشر على السوشيال ميديا تحس الكلام بقى منطقي أكتر بكتير. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر أهلها. وكل ما هو جديد هطلع أقوله لكم، ادعوا لها في كومنتات.